قانون الإيجار القديم كان واسع جدا في فكرة الامتداد، كان أي حد من أسرة المستأجر الأصلي مقيم معاه في الشقة بيمارس حياته فيها كان ممكن يمتد إليه العقد، وده اللي خلق مشاكل كبيرة جدا ما بين الملاك وما بين المستأجرين. ولكن الوضع دلوقتي وبعد القانون الجديد الصادر رقم 164 لسنة 2025 غير من مفاهيم قوانين الإيجار القديمة. القانون دلوقتي ضيق دائرة الامتداد جدا. طيب بالنسبة لقوانين الإيجار الجديدة، وانا هنا بتكلم على كل عقد إيجار مكتوب بعد سنة 96 بيخضع لقانون الإيجار الجديد. عقود قوانين الإيجار الجديدة دي عقود محددة المدة، بتنتهي بانتهاء مدتها، يعني مفيش حاجة اسمها امتداد، مفيش حاجة اسمها توريث، العقد بيخلص بانتهاء فترة العقد. طب الإيجار القديم، الإيجار القديم هو اللي كان فيه كلمة امتداد، هو اللي اتبنى عليه قوانين استثنائية كانت معمولة قبل سنة 96، وهو اللي القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 جه علشان يعدل قواعده. القانون الجديد ده يا جماعة اتكلم على مفاهيم وغير من مفاهيم كتير، منها انه بيقسم مناطق اللي متأجرة ايجار قديم ل3 فئات: متميز، متوسط، اقتصادي، وبناء على التقسيم هتكون في زيادة مضاعفة للأجرة سواء 20 ضعف او 10 أضعاف. النقطة الثالثة وهي تضييق الامتداد بشكل كبير، وده كان من أهم نقاط القانون الجديد للإيجارات القديمة. القانون الجديد ده يا جماعة لغى فكرة الامتداد الواسع اللي كانت موجودة زمان، ومفيش امتداد مفتوح تاني. طيب عقد الإيجار القديم بيتورث، ومين ليه حق التوريث؟ زي ما اتكلمت ان القانون الجديد هو غير من مفهوم الامتداد ولكنه ملغاش الامتداد. القانون الجديد ملغاش الامتداد تماما لكنه ضيق مفهومه. يعني ايه؟ يعني الامتداد ما بقاش للأبد زي زمان، وما بقاش لأي حد من العيلة، وما بقاش مجرد إقامة شكلية. طيب لو أي حد معاه عقد إيجار قديم مكتوب قبل سنة 96 هل قانوني ليه الحق في الامتداد؟ والحد امتى؟ مين اللي بيستحق الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم في مصر؟ وإيه هي شروط الامتداد؟ مبدئيا القانون دلوقتي بيقول إن الامتداد هيكون لمرة واحدة فقط، والأقرب الناس للي كانوا عايشين مع المستأجر الأصلي قبل وفاته إقامة فعلية ومستقرة ومستمرة. يعني من ضمن الورثة الزوج أو الزوجة، الأولاد القُصّر اللي تحت 21 سنة، الأولاد البالغين اللي لسه ما اتجوزوش، بشرط إن يكون في إقامة فعلية وجدية قبل وفاة المستأجر الأصلي. معنى كده إن مفيش امتداد للحفيد، مفيش امتداد للأخ، مفيش امتداد للعم أو للخال، مفيش امتداد لأبناء العم اللي أنا اتكلمت عليهم، الزوج أو الزوجة، الأولاد القُصّر أو الأولاد اللي لسه ما اتجوزوش، هم دول بس اللي ليهم الحق في امتداد عقد الإيجار القديم. طب إيه هي شروط الامتداد؟ اللي اتكلمت عليه ده الشرط الأولاني. الشرط التاني علشان الامتداد يحصل لازم تكون في إقامة مستقرة قبل وفاة المستأجر الأصلي، يعني ما تكونش مجرد زيارة أو مش إقامة وقتية، لا لازم تكون إقامة ثابتة مع المستأجر الأصلي. تاني حاجة ما يكونش فيه سكن مناسب آخر، يعني لو ابن المستأجر الأصلي عنده شقة تانية فاضية ما يكونش ليه الحق في الامتداد، وده اتجاه الدولة دلوقتي لتحقيق العدالة من وجهة نظرها. لو في بديل سكني لأحد الورثة اللي ليهم الحق في الامتداد ساعتها الدولة بتحرمه من حقه في الامتداد. طيب هل الامتداد ده بيستمر طول العمر؟ لا، لأن القانون برضو اتكلم إن كل عقود الإيجار القديم سواء كان للمستأجر الأصلي أو من ضمن الورثة اللي أنا اتكلمت عليهم دلوقتي، أيا كان مين اللي لسه بيستنفع بعقد الإيجار القديم، بعد 7 سنين من دلوقتي هينتهي صلاحية العقد اللي معاه بقوة وبحكم من القانون. يعني بعد 7 سنين من دلوقتي مش هيكون في حاجة اسمها عقود إيجار قديم، وكل الوحدات السكنية دي هترجع تاني لأصحابها الملاك. طيب المالك يعمل ايه لو لقى حد مقيم في الشقة وهو ملوش حق الامتداد وفقا للقوانين الجديدة؟
المالك في الحالة دي ليه الحق انه يرفع دعوى اخلاء بسبب عدم توافر شروط الامتداد اللي اتكلمت عليها من شوية، او ان الشخص مقيم اقامة غير قانونية، او ان الاقامة كانت اقامة صورية. وهنا القضاء بيحسم بسرعة جدا الموضوع ده، لان القانون الجديد ادى الحق لقاضي الامور الوقتية بفصل منازعات الايجار القديم.